يا هلا والله ومرحبا، يلا نحييهم جميعا. معكم اخوكم محمد من قناه محمد تبي 1. انا لكم مقطع جديد وفيديو احسن عن انقطاع، لكن ما ودي نحط لكم يعني مقطع يعني صراحه بدون فائده وبدون جوده عاليه، لكن باذن الله تعالى تشوفون اشياء تعجبكم مستقبلا. معكم الطويله، اذا ما كنت مشترك في القناه انزلوا الحين اشتركوا في القناه، فاز التنبيهات بعطنا لايك. راح تلقون حسابات النادي اللي انا فيه حاليا تحت الديسكربشن، شيكوا عليه. الساعه 8 راح اتمرن الارمز، يعني تمرين الارمز، فحاب احط لكم فلوج وانا اتمرن الارمز بحيث اللي بيستفيد بالتحيه. بس قبل ما نبدا الفلوج، اذا ما كنت مشترك في القناه انزل الحين واضغط الاشتراك. ليتس جو. الان فقط مجرد تسخينات، نسخن فقط الارمز عشان ما يصير اصابه. اقول انه عنده مرت اصابات كثيره مو بدنا نكررها صراحه. دائما نصيحه يا اخوان، نحب قبل تبدا اي تمرين سخن العضله حقك، تتمرن كويس لين تحس نار مشتعل العضله، بعدين ابدا تمرين. الان فقط نسخن. اذا تشوفون تسخين الاكتف ايضا، وعنده الكتف او تكون فيه لازم برضه تسخين. تفادي لاي اصابه من الجو. بعدين نبدا على الكشف الصعب دايركت. على بركة الله. كان تكنيكك صح، حاول تشيل اوزان بالتدريج، حط عليها اربع خطوط حمراء. اوزانك بالتدريج اللي كانت تكنيكك عاليه، اذا كانت تكنيكك صح خلي اوزانك بالتدريج، لا تجي ترفع على طول. وقبل اي شيء حاول انك تحمي زي ما انا سويت في البدايه، حميت الترايسبس والبايسبس كويس، بعدين دخلت في الحس حقك ما مضبوط ترى كويس. مو احنا لما نقول احماء مو على الكارديو تروح عشان الكارديو، هذا شيء ثاني. انا اتكلم تركيزك واحمائك على المسك اللي تشتغل عليه. لما تحط كارديو هذا فقط كارديو، احماء الجسم كامل، مو فوكس على العضله اللي تتمرنها. تمرين الرابع في ترايسبس. الآن التمرين الثالث ترايسبس برضه، بار زك بالطريقة هذه. سوي كذا واشتغل بالطريقة هذه طبعا بتركيز. ركز مع العضلة. برضه 4 جولات
كل جولة أنا عن نفسي كل جولة 15 عدة على حسب اللي مكتوب في بداية المقطع، وإيش هو هدفك في التمرين الفترة هذه، تنشيف، تضخيم، على حسب وش هدفك. قاعدة على السريع، إذا كان التضخيم لازم يكون عداتك أو جولاتك أقل، كان التنشيف علي نسبة العدات أكثر. هذه خاصة بسيطة جدا، عاد لك اختيار انت. وارجع واقول الاوزان يا اخوان، الاوزان اذا كان تكنيك غلط ابعد عن الاوزان، اذا كان التكنيك غلط ابعد عن الاوزان فقط. هذا بقول اذا تبغى تزيد اوزان زيد بذكاء، مو بكذا هو انا بطل قدام اصحاب زي كذا، انا بطل وما في زيي مكسر الدنيا، بعدين تجيك اصابه تروح تنام في البيت شهر شهرين بعيد عن التمرين بعيد عن الناس. فيا اخوان عشان تطلع اقل ضرر، اوزانك خفيفه تجيك صح، زي ما تكون في بدايه المقطع تحس تمرينك صح. بسم الله. بيس. خلصنا التمرين ترايسبس، الآن ندخل في تمارين البايسبس. خليكم معنا في التكنيك وفي التمرين. Let's go. التكنيك الأول نفس الشيء، 4 جولات، كل جولة عن نفسي أنا 15 عدة. معي عضلة الإزام. الحركة هذه وشرط إنك تشيل أوزان فيها، كان في 5 كيلو في البار، مع بار تقريبا وزن البار 5 كيلو، 20 كيلو في التوتال، لأنه طريقة التمرين بالشكل هذا تشوفون كيف الطريقة، يعني أقرب الوزن. إذا ما عرفت كيف تتمرن ممكن ينتقل الأوزان كلها على المعصم، فإحنا نبغى الوزن على البايسبس. فالحركة هذه إذا ما كيف التكنيك صح الوزن كله راح ينزل على المعصم، عشان كذا قلت لك لا تشيل أوزان كثيرة بالشكل هذا. نشيل هذا هذه أكوادي، أرجع أكوادي ورا تمام عشان توضح لكم. أميل قدام شوي بالشكل هذا، 1 2 3 4 6. هذا فايدته يساعد على تكوير البايسبس او يعطيها شكلها. بيسلف زي ما قلت لكم، تمرن معي باقل ضرر ممكن. بيسلف اوزان عاليه بدون تكنيك ابعد عنها، ما يحتاجها. بيسلف. التمرين اللي تو شفتوه التمرين الرابع، لا التمرين الثالث عفوا في البايسبس، باقي تمرين 1 ونخلص باذن الله. طبعا تتمرن التمرين هذا نفس التكنيك 4 جولات، كل جولة انا عن نفسي زي ما قلت لكم 15 عدة، وعلى حسب انت وش هدفك. بيس اوف. التمرين الأخير خلصنا تمارين الأرمز بكل سلاسة. بالنسبة للعضلات الساعد نتمرنها
مع الظهر، لأنه لما أصلا كثمان تمارين الظهر في أغلب التمارين أو السحب بعض السواعد.